أما كنت حامل في ابني الأول كنت بشتغل في وردية بالليل في محطة بنزين قريب من بيتي عشان آخد ساعات إضافية. أنا عارفة إن دي حاجة مش حلوة إن أشتغل بالليل، بس محطة البنزين دي كانت في مكان حلو في المدينة، وكانت واحدة من محطات البنزين الكاملة، وعارفة إن معظم القصص اللي بتحصل في الأماكن اللي بتشتغل 24 ساعة عادة بتكون في أماكن مظلمة ومخيفة. بس أنا ما حسيتش بده أبدا وأنا في المكان ده. عادة بعد الساعة 11 بالليل الدنيا بتبقى بطيئة، فكنت بقضي معظم وقتي أتفرج على اليوتيوب أو نتفليكس أو أكلم جوزي على التليفون. بالليل ما كانش بيجي كتير سواقين شاحنات يشتروا القهوة أو الوجبات الخفيفة، عشان ما كانتش محطة البنزين دي قريبة من أي طرق سريعة. كان الشغل يعتبر سهل بالنسبة ليا، خصوصا إني حامل والمرتب بتاعها كويس، وده كان السبب الرئيسي عشان أشتغل فيها. وفي يوم في وقت مبكر من الوردية جه راجل طويل، قلت له أهلا يا فندم ازيك، بس هو ما ردش عليا ولا حتى بصلي، ومشى مباشرة للحمام. ودي ما كانتش حاجة مقلقة بالنسبة لي. عشان أكون صريحة، أنا عارفة إن الناس في المرحلة دي بتكون عاوزة توصل للحمام بأي طريقة. بعد حوالي 20 دقيقة لاحظت إن هو لسه مخرجش من الحمام. قلقت شوية وكنت بفكر أروح أخبط على الباب، ولسه كنت هروح بس لقيته إن هو خرج أخيرا. بصيت عليه في الوقت ده، كان شكله طبيعي إلى حد ما كانش عنده دقن، بشرته سمرة، وعنده شعر رمادي قصير. وعلى الرغم إن شعره رمادي إلا إنه مش ممكن يكون أبدا أكبر من 40 سنة. كان لابس جينز وجاكيت وأحذية بتاعة الشغل. وانطباعي عن الراجل ده إن هو كان مجرد سواق ووقف عشان يدخل الحمام. عدى من جنبي تاني وما اتكلمش ولا كلمة، بس هو ما ركبش أي عربية وكأنه مشى جنب المبنى. أما ما لقيتش أي عربية بره. بس أيا كان مين هو الراجل الغريب ده، بطلت تفكير فيه بعد دقيقتين. وعشان في الوقت ده الدنيا بتبقى هادية من الشغل، وفي العادي بقابل ناس غريبة. في النهاية اتصلت بجوزي وكنا بنتكلم على التليفون، وعدى وقت تقريبا ساعة على الأقل، وفجأة اتخضيت أما لقيت الراجل الغريب ده رجع تاني. بس المرة دي ما قلتلوش أي حاجة، افتكرت إن هو مثلا بيتكلم لغة تانية، ولقيته جاي عليا وقال لي بهدوء ازيك. ارتبكت وسكت، فقال لي ايه مش هتردي ولا ايه، وضحك وقال لي ان هو كان بيهزر معايا. ابتسمت وقلت له اسفة الحمد لله وحضرتك. ابتسم وما قالش غير كلمة واحدة، لحمة. رجعت لورا وانا مخضوضة وقلت له نعم، وفجأة اتغير صوته وزعق وقال لي عايز اشتري لحمة. شاورت على الرف اللي كان فيه كل انواع اللحوم. ابتسم ورجع صوته الهادي تاني وقال لي شكرا، ومشى ببطء ناحية اللحوم. وقف قدام الرف وقال لي تعرفي انك شبه اميرات ديزني. كان مخيف جدا. قلت له شكرا. فهمت ان هو بيحاول يكون لطيف. انا ممكن اكون شبه اي حاجة، ولكن الاكيد ان مش شبه اميرة ديزني. ومن غير ما ياخد اللحمة رجع ليا تاني وبدأ يبصلي بطريقة غريبة، وحسيت من نظراته اني مش مرتاحة. وقال لي ايوه انتي اميرة ديزني، انا شايفك قدامي كده. ابتسمت ابتسامة صغيرة، بس واضح ان دي ما كانتش حاجة كفاية بالنسبة له. ولقيته بدأ يصرخ وقال لي انتي ما بتحبيش ديزني، وما ادانيش فرصة حتى اني ارد. وكمل وقال بنتي زيك مش بتحب ديزني. وهنا حسيت ان الراجل ده مش طبيعي. ما كنتش فاهمة يعني ايه ان بنته شبهي. حاولت بهدوء اتكلم على قد ما اقدر، وقلت له اسفة لو ضايقتك. بعدها بقى زي المجنون وقعد يقول كلام ملوش اي معنى، مجرد كلام فارغ وغير منطقي، زي الاميرات كلهم بيحبوا الابطال واني ممكن اكون بطل، بس بدل كده انا هنا. كان من الواضح ليا ان الراجل ده بيعاني من انهيار عصبي. بس الحزن حظي اني ما كنتش قفلت التليفون مع جوزي اللي سمع كل اللي حصل. واما حس ان الوضع خطير ساعتها كلم الشرطة وحكى لهم ان في عميل مجنون موجود معايا. وده اكتر موقف كنت ممتنة فيه لجوزي. ورجع تاني الراجل ده لرف اللحوم ووقعهم كلهم. وفي اللحظة دي حسيت بعدم الأمان. وبعد ما وقع الرف اتضير ليا وعينه كانت مرعبة. في الوقت ده كانت الشرطة جت. الراجل ما اتحركش من مكانه، ودخلت الشرطة في هدوء. وجي واحد من الضباط عشان يتأكد اني كويسة، وظابط تاني راح للراجل ده كان شكله متعصب، بس ما صرخش زي ما عمل من شوية. ومشى الظابط معاه لبره المكان عشان يتأكد ان الراجل ده مش هيرجع تاني. ما كانش عندي اي فكرة كان ايه ممكن يحصل لو جوزي ما كانش معايا ساعتها على التليفون وكلم الشرطة. انا ما شفتش الراجل ده تاني وما قدمتش اي بلاغ رسمي حتى فيه. وبعد الليلة دي ما اشتغلتش في وردية بالليل. انا عارفة ان الناس اللي بتشتغل بالليل
ممكن يكونوا عدوا بقصص أسوأ بكتير وأكتر رعب من اللي حصل لي، بس ده كان أسوأ حاجة حصلت ليا شخصيا. وعلى الرغم إن ما حصليش أي أذى جسدي، إلا إني أول ما بفتكر الموضوع ده بحس بخوف ورعب، بس الأكيد إن الراجل ده هيفضل موجود في ذاكرتي للأبد.